Bir misafirimiz daha var. Bir iki misafirimiz daha. Onları da arz etmek istiyorum. Özellikle Doktor Hüseyin Efendi Gazoviç, Reis Heyetül Ulema fi Bosna. Lütfen yatafaddal meşkuren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة العلماء، الإخوة والأخوات، الأصدقاء الأعزاء، سيد الوزير والي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم المشيخة الإسلامية في بوسنا والهرسك أتقدم إليكم جميعا بأطيب التحيات وأشكركم على دعوتكم إياي للمشاركة في هذا المؤتمر. اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي وأنا على يقين أنكم تشاركونني هذه السعادة بأن أقرأ السلام على فضيلة الرئيس الشؤون الدينية الشيخ دكتور محمد غورمز، العالم الجليل والمجاهد الحق من أجل حقوق المسلمين في العالم، صديقي العزيز والصديق الصدوق في البوسنة والهرسك ولجميع المسلمين البلقان، إذ فضيلته يهتم بأحوالنا ومشاكلنا في هذا الجزء من أوروبا وبقضايا والمحن الصعبة التي تواجهنا في حياتنا اليومية. لقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين خروج مناطقنا في بلقان من أحضان خلافة المتمثلة في إمبراطورية العثمانية آنذاك. لقد تم عزلنا عن باقي العالم الإسلامي الذي كنا جزءا منه لقرون عديدة في دولة واحدة، ثم تم ضمنا إلى أنظمة بيولوجيات سياسية غريبة عنا، ومنذ ذلك الوقت نواجه ضغوطا وتنكرا لوجودنا ونتعرض لشتى الاتهامات بسبب هويتنا وأصولنا الإسلامية. ونتيجة لإصرارنا على تمسك بحقوقنا الدينية ودفاعنا عنها كنا نتعرض إلى شتى أنواع الاضطهاد والإجرام بحقنا حتى انتهى الأمر في نهاية القرن العشرين بتعرضنا للإبادة الجماعية. فحتى قبل تلك الهجمات كان عالمنا يتعرض لضغوط متواصلة من دول الغربية، وأولها قضية الفلسطينية ومن ثم الثورة الإيرانية. إنما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل وخشية ارتكبت بحقوق أبنائه وفرضهم من وطنهم وصلب أراضيهم، تسبب في معاناة كبرى. إن المماطلة في تحقيق الحل الدائم لهذه القضية قد أوجد يقينا عند بعض المسلمين بأن العنف لا يواجه إلا بعنف مهما كانت النتائج. ومن المؤسف وفي هذا النوع من مقاربة القضايا الصعبة يفقد العقل والصبر وتزيد إرادة الأمور المهمة بالعواطف من شدة المأساة الفلسطينية. لقد أخذ بعض المسلمين
الأمر بأيديهم، فزعموا أنهم يعملون باسم الأمة على حل المشاكل المتراكمة، لكنهم كانوا يفتقرون المعرفة والحكمة التي كانت تتحلى بها الملكة بلقيس، التي نظرت إلى مآلات الأمور فقالت لقومها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وهكذا زاد أولئك بتصرفاتهم من معاناة المسلمين. وهكذا ولدت في قلب العالم الإسلامي دوامة تتسبب في إحياء الانقسامات وتهديد مئات السنين من العيش المشترك وكامل التراث الإسلامي بسقوط في الهاوية. لقد نجحت أجيال المسلمين السابقة في بناء العالم استنادا على طراز العيش الأكثر من استناد على أفكار الإيديولوجيات. في بداية القرن العشرين لم تكن نخبة الفطرية التي تلقت العلم خارج المراكز الإسلامية التقليدية تريد اختبار الحجج التي أصر عليها أسلافهم من العلماء. فقد كان العلماء التقليديون يقرون ما هو ممكن في رؤية العالم وينتشرونه باعتباره الحقيقة الوحيدة، وبينما كان العلماء التقليديون يهتمون بشكل أو بآخر بوحدة الأمة وتكامل تراثها، فإن المثقفين الجدد يصرون على العقيدة الصحيحة حتى لو كان ثمن ذلك تفكك المجتمع. ومن المؤسف أن هذه الحالة ما تزال مستمرة حتى اليوم. وبخلاف عهد الاحترام المتبادل والتعايش، فإننا نرى العالم الإسلامي اليوم مسلوبا بعد أن فقد مركزه الروحي والثقافي والسياسي المشهود والمتعارف به. وفي بيئة كهذه نقف عاجزين لنشاهد صور الجرائم البشعة ومآسي الناس المسلمين وغير المسلمين يقتلون ويهاجرون في طوفان العنف الذي تمارسه عصابات القتلة التي نشأت على أساس التفرقة. وسنبقى طويلا نشاهد قوافل الناس الفارين بحياتهم أمام العصابات التي تمسح ذاكرة وتغتصب الفكريات عن الناس والأوطان. إن العالم الذي كنا نعرفه آخذ بالانتهاء والزوال في زلزال هائل كارثي النتائج. يخدمه أولئك الذين تحافظوا على مهد الحضارات من شتى أرجاء المعمورة، لا شفقة لهم تجاه الشعب الذي أتوا لإبادته. إنه من المبكر أن نتحدث عن حجم هذه المأساة التي ما تزال مستمرة للأعوام، ولا أن تهدئتها ما دامت الأهداف الحربية لم تتحقق، والعالم كله مشغول بحسب أعداء القتلى والخوف من اللاجئين. أما المسلمين الذين تعنيهم هذه المأساة أكثر من غيرهم فهم عاجزون عن حلها، فمنذ زمن طويل لا يملكون القرار بشأن مصيرهم فضلا عن القضايا العالمية. وإلى أن يحدث ذلك وتجدد وحدة العالم الإسلامية بالخلافة سنبقى نشاهد المآسي والجثث القتلى والأطفال المسلمين الغرقى والمهاجرين الهائمين في العالم يطلبون النجاة من البوسنة والعراق وليبيا وفلسطين والصومال وسوريا وميانمار. إن صورة الطفل البريء على شمال تركيا الذي قتله نور الحرب
لتعبر أيما تعبير عن حال المسلمين والحركات الإسلامية السياسية وإيديولوجياتها، إنها لم تقدم أي برنامج ناجح سياسي كان أو اقتصادي أو ثقافي باستثناء برنامج الأسلمة المسلمين. إن إخفاقها في أن تصبح بديلا لأنظمة والتهم الحاكمة قد أنتج خيبة الأمل، وإن العصبات التي تستبيح الشرق الأوسط إنما هي نتيجة لذلك الإخفاق. وتتحدث البيانات المتاحة إن هذا الشرق ينتمي بشكل يحتاج إلى قوة عظيمة وإصرار لإيفاقه. إن الحال بين المسلمين يذكر وبقوة بأصل اجتياح الموضوع للعالم الإسلامي. إنها نهاية الحقبة في تاريخ الإسلام تختم بالبربرية والعنف، وسنرى هل سيعني ذلك في وقت ذلك بداية عهد جديد، فالزمن خير شاهد. إن المنطقة التي يقتطعها المسلمون البلقان أصبح ممرا للاجئين من سوريا والعراق وبلدان أخرى الذي ينشدون النجاة في دول أوروبا الغربية. وقبل قرن من الزمان هرب المسلمون البلقان أمام قربلة الصليبيين طالبين النجاة في الإمبراطورية العثمانية حيث تركيا وسوريا اليوم. إن المناسب التي تركت أثرها في ذاكرتنا الجماعية كانت مدمرة، ومن المتوقع أن يحدث شيء ذاته مع المسلمين سوريا والعراق الذين سيحملون معهم خيبة الأمل الكبيرة، وعلما بأن من تسبب لهم بهذه هم أولئك الذين يحملون في أيديهم رايات كتبت فيها الشهادتان. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأن رسالته كانت من أجلنا ولسنا نحن من أجلها. لذا سنبقى نشكر أننا لم نحفظ أمانته، لقد نسينا كلمته إذا التقى المسلمون بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ففي حديث لي مع أحد المسلمين سمعت منه رأيا مفادا: في سوريا تتقاتل عدة جيوش، قال: ولا يوجد بينهم شهداء. فيبدو لي أن الشهداء الحقيقيين هم أولئك الذين يهربون حتى لا يلتحوا أيديهم بالدماء. يجب علينا أن نساعد على تخفيف مأساة المسلمين في تلك البلدان. وعلى مدى طويل يجب علينا أن نفكر ونخطط ونعمل حتى نجلب السلام والعدل والحرية إلى العالم الإسلامي. فمستقبل أمتنا مرهون بذلك. إن أعين العالم الإسلامي مشدود اليوم إلى تركيا، وستكشف لنا الأيام والأعوام والعقود القادمة كم نحن محقون في تطلعاتنا وتوقعاتنا هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعفوه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معالي السيد الوزير، السيد محافظ هذه المحافظة، الأخ والصديق العزيز الدكتور محمد كورنوز، رئيس الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، الإخوة العلماء، السادة والسيدات الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.